كان نفسي اكل حاجه حلوه فيها شوكليت كتير، وتبقى كده طعم الشوكليت فيها قوي قوي. فقلت يا دودو قومي اعملي ايه بولز. هقول لكم على الطريقه والمقادير. هنعمل كيكه شوكليت عادي خالص. هنحتاج كوبايه الا ربع سكر، نص كوبايه زيت، 3 بيضات، ومعلقه صغيره فانيلا. نقلب كل المكونات دي مع بعض لغايه اما تدينا اللون كريمي كده فاتح زي كده. وبعد كده اروح نازله عليها بكوبايتين دقيق ومعلقتين كبار كاكاو وكوبايه الا ربع لبن. ظرف بيكنج باودر. هقلب كله لغايه اما الدقيق والمكونات الجافه كلها تدوب في الخليط. وبعد كده في صينيه مقاس 24 هدهنها كويس زيت، وبعد كده على الفرن سخن على درجه حراره 180 لمده 35 ل 40 دقيقه لغايه اما تستوي. هنحط فيها الخله. لو طلعت بسائل يبقى هي لسه شويه عليها في الفرن، لو ما طلعتش بسائل وطلعت ناشفه هتبقى كده ايه، هي ضن. نسيب الكيكه تهدى شويه تبرد، وبعد كده هروح مقطعها قطع صغيره وحطها في بوله ومزوده عليها معلقتين كبار عسل واربع معالق كبار صوص فudge. صوص الفudge مقداره 150 جرام شوكولاته خام وعليهم 100 ملي من اللبن. بعد كده ببدا اعجنها كلها. ممكن تعجنوها في الكبه عادي، هتلم نفسها برضو في الكبه لحد ما توصل معاكم العجينه ما تشققش. شققت زودوا لها شويه صوص فudge او عسل، يعني حطوا لها اي حاجه سايله تمسك وفي نفس الوقت تطريها حبه. بعد كده رحت عاملاهم كور وحشيتهم شوكولاته وقفلت عليهم كويس، وبعدين سبتها في التلاجة ساعة لغاية ما تمسك كويس وتتشمع. وبعدين رحت جايبة 100 جرام شوكولات خام، حطيت عليها معلقة كبيرة زيت وعملته حمام مية لغاية ما بقى بالشكل ده. وبعد كده بعد ما طلعنا البولز بتاعتنا من التلاجة نحطهم في صوص الشوكولات. انا بقى في الاخر كان عندي مكعب وايت شوكولات، رحت مزوقاه عليه كده بالشكل ده. وتقدروا تزوقوه بالشكل اللي انتوا عايزينه واللي انتوا حابينه. ممكن تحطوا في صوص الشوكولاته حبه مكسرات. انا هنا كنت عاملاها كده ايه بدون حاجه، وفي وحدات تانية حطيت لهم حبه مكسرات وزوقتهم بالشكل ده. جمال بقى الحلو ده ان هو ينفع في التجمعات العيله، مثلا حد جاي يزيركم. دي بتبقى قطع صغيره، يعني تقدروا انتوا تتحكموا في تشكيلها، تبقى قطع صغيره وبيبقى شكلها حلو جدا في التقديم. بصوا بقى شكلها حلو ازاي، وسلام بقى لما هتدوقوها كمان هتعجبكم قوي قوي قوي. وبس كده، وبالهنا والشفا. يا رب بقى تعجبكم الوصفه دي، وما تنسوش بقى تقولي ايه رايكم فيها لما تجربوها. ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب.